بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع مودي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين دايما وأبدا يا رب. النهاردة حبايبي هنعمل وصفة جميلة جدا، هي بديل الجلاش. عملنا جلاش رولات وأصابع، هنعمله الرقاق الطري برضو جلاش وأصابع. لو حابة تعجنيه في البيت هسيب لك اللينك بتاع العجين، وحابة تشتريه بس يا ريت يكون رفيع كده زي اللي احنا عاملينه علشان يديك القوام المقرمش زي قوام الجلاش. نسمي الله ونصلي على رسول الله كده. ونحضر الحشوة بتاعتنا. هنعمل عصاق طبعا، معايا نص كيلو لحمة. اللحمة بتاعتك لو مش سمينة حطي مع معلقة أو معلقتين مادة دهنية، سمنة بلدي، زبدة، زيت، أي مادة دهنية بتستخدميها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هقعد اقلب في اللحمه كده لحد ما تغير اللون بتاعها، علشان هضيف لها اضافه. انا في الطبيعي بتاعي اما بعمل العصاج بحط اللحمه على البصل، كل حاجه على بعضها كده نيه، ما بحطش حاجه قبل حاجه على النار. وكنا عاملين قبل كده العصاج الموفر برضو، حاطين له اضافات كتير، وعملنا منه 3 صواني، بس ما عملناش 3 صواني في نفس الفيديو. قسمتهم قدامكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط البهارات بقى بتاعتنا، فلفل اسود والبهارات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. بهارات جميله جدا بتديكي طعم جميل جدا في المشاوي، في الطبخ، في الكفت، في العصاق، في اي حاجه. يعني هتخلي كل اللي ياكل من ايدك اي حاجه يسالك انتي حاطه فيها ايه وعاملاها ازاي. بسم الله ما شاء الله، حتى لو مبتدئه هيطلع الاكل معاكي اطعم واجمل اكل ان شاء الله. انا هنا حطيت البهارات، ونحط رشه قرفه، رشه جنزبيل، فص قرنفل او رشة قرنفل او مسمار، زي ما بتسموه ان شاء الله. هنا هقلبها كده لحد لونها ما يغير، عشان هنضيف اضافة برضو تكمل العناصر الغذائية، عشان اللي ياخد كده حتى لو في اطفال يا حبايبي ولا حاجة اخدوا قطعة وملهمش اكل قد كده، اخدوا قطعة منها يبقى خلاص خدوا العناصر الغذائية كاملة. هنا معايا بزلة وجزر، واحنا عارفين فايدة البزلة والجزر دولك قد ايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا كنا مفرزينها قبل كده. بتقعد معاكي خضرة من السنة للسنة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا معايا بشر 3 جزرات كده، ونص كيلو بصل، نص كيلو لحمة حطيت له نص كيلو بصل، وحطيت له الملح، وهحط له برده بهارات زي اللي احنا حطيناها، البهارات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. و... والملح بقى زي ما انت عايزة، زي ما انت حابة حطي واحدة واحدة كده. الملح اللي انا حطيته دوت كانت البهارات من اللي احنا عاملينها ان شاء الله. انا حطيت يجي نص معلقه كبيره كده. وطبعا فلفل كوبي حوالي 3 قرون، عندك فلفل الوان حطي اي فلفل حطيه، حبه سبايسي حطي فلفل حار او فلفل حامي سبايسي. هنا طبعا بعد ما سبتها تبرد بقى هاخد جزء على قد ما انا هستخدم، جزء على قد ما انا هستعمل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والباقي هنخليه نبقى نعمل بيه ايه بقى، مكرونه بالبشاميل، رق ناشف، اي حاجه. بطاطس محشيه بالعصاج. آه يعني خلي العصاج ده عندك على طول هينفعك جدا. ممكن تحطيه على طبيخ لو ما فيش لحمه قطع، يعني موفر جدا. هتاخدي طعم اللحمه ويبقى الطبخه بتاعتك كلها لحمه ان شاء الله. الفكره بنقولها في وسط الوصفه، هتنفع ان شاء الله. طب ايه اللي انا بحطه دوت زيتون متقطع صغير جدا، كنا مملحينه برضو مع بعض، وخيار كنا مملحينه برضو مع بعض. بسم الله ما شاء الله، حاجات متقطعة صغيرة كده يعني زي ما انتوا شايفين طبعا. طب انا بحط بيضه دلوقتي، بحط بيضه ليه؟ عشان البيضه تعمل لي على تماسك الحشوه، او تماسك اللحمه لما تيجي تاكلي، او اطفال صغيره معاكي تاكل ما تبهدلش الدنيا واللحمه تفرفطش منها وتقع منها وهي بتاكل ان شاء الله. فالبيضه بتعمل على التماسك، والبيضه بنحطها لما العصاج بيبرد خالص 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 عشان ما يستويش معاكي. وحطيت معاها معلقه خل علشان الزفاره بتاعتها طبعا ان شاء الله. طبعا الرقاق اهوت شايفينه خفيف ازاي، عامل شبه ورقة الجلاش بالظبط. وممكن تتعاملي كده برضو مع الجلاش ان شاء الله. ممكن تعمليه صينية مدور كده وتقطعيه مثلثات، تقطعيه مربعات براحتك. وكنت محمرة حوالي 3 بطاطسات كبار كده، حطيتهم برضو في الحشوة. يبقى كده الايه ساندوتش كامل متكامل بسم الله ما شاء الله. مش عايزة تحطيه في الفرن، ممكن تحمصيه على البوتاجاز زي العيش السوري كده او الساندوتش السوري. ممكن تحطي جبنة موزاريلا معاه، او خليط من الجبن معاه. افكار بنقولها لبعض ونفكر بيها بعض ونساعد بيها بعض ان شاء الله. ممكن بدل اللحمة لا نحط بطاطس مهروسة،
كنا عملنا حشو بطاطس مهروسة قبل كده، ممكن نحط معاها بطاطس مهروسة ومعاها جبنة موزاريلا. ممكن بطاطس مهروسة ومعاها بسطرمة. ممكن بسطرمة وجبن. يعني الحشوة دي في ايدك انتي، استخدميها زي ما انتي حابة وزي ما انتي عارفة. والرقاق دوت انا كنت شايلة منه حوالي كيلو كده، كيلو الا ربع. لو فاكرين اللي شاف القدوسية، 70 شخص او 60 شخص اللي شافوا القدوسية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوت الرقاق دوت انا كنت شايلاه من القدوسية. برضو لو حابة القدوسية ومش حابة تعجيني وتفردي، ممكن تشتري رقاق، بس اهم حاجة يكون الرقاق خفيف رقيق، مش تخين، علشان يديكي نتيجة كويسة. القدوسية او المخروطة زي ما بتسموها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسيب لكم برضو طريقة العجن القدوسية، عشان طبعا فيها عجن الرقاق، وكنت عاملة رقاق قبل كده لوحده. هبقى اسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. اللي حابب يشوف يا ريت تشرفوني يا حبايبي باشتراككم، واللي حبايبي اللي اشتركوا معايا اسعدتوني باشتراككم، اتمنى تسعدوني وتجبروا خاطري كده وتحطوا لايك للفيديو. 1100 مشترك، رجاء رجاء هشوف 1100 لايك علشان الفيديو يوصل لكل يعني لألف زيكم، والألف يوصلوا لألف زيكم. رجاء حبايبي اسعدونا كده باشتراككم، واسعدونا باللايك، تفعيل الفيديو رجاء، عشان الفيديو إذا ما تحطلوش لايك اليوتيوب ما بيقترحوهوش. اليوتيوب مش بيقترح الفيديو اللي ما عليهوش تفاعل. رجاء رجاء، يعني اللايك دوت لا هيخسركم حاجة ولا هتدفعوا حاجة ولا انا هكسب حاجة، غير ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. رجاء وفضلا وليس امرا اذا سمحتم. هنا بقى انا بحط جبنة، بقول لكم دي الجبنة دي كنت عاملة بيها سمبوسك، كنت عامله خلطه جبنه كده عامله بيها سمبوسك. فقلت كانت بقى اللحمه مش هعمل كله لحمه، قلت اما اشكل كده. وكان الرواق خلص معايا والصينيه صغيره لسه ما اكتملتش، فقلت اما اقطع العيش اللي انتوا شايفينه ده كلنا عارفينه كلنا بنجيبه على البطاقه او بنشتريه كده بالرغيف. برضو اما بيتعمل سندوتشات كده زي الرقاق او بيتعمل صينيه زي الرقاق بيبقى جميل جدا. على فكره والدتي الله يديها الصحه ويعفو عنها ويعافيها يا رب، كانت بتعمله من زمان العيش دوت او العيش الفلاحي الناشف، كنا بنعمله، كانت بتعمله لنا صينيه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. او بتعمله مغرق، كان بديل الرقاق، مش قادره تخبز ولا حاجه، كانت تلاقي العيش دوت عندها العصاج او عندها الحشوات، كانت تعمله لنا صينيه. الله يبارك فيها ويحفظها ويحميها يا رب ان شاء الله. هنا بقى بتقطعيه، عايزه تسيبيه زي ما هو كده سيبيه براحتك، عايزه تقطعيه قطعيه، عايزه تعمليه على الجريل زي العيش السوري كده اعمليه، هو برضو بيديكي نفس قوام وطعم العيش السوري. ومتهيألي هو العيش السوري بيتعمل بالطريقه دي اكيد 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 يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وتحيه لاخواننا السوريين، وتحية لإخواننا الفلسطينيين، ودعوة كده ما ننساهمش في دعواتنا، إن ربنا ينصرهم ويثبتهم. ويا رب يا رب نصرة عزيزة قوية قريبة يا رب، رمضان ما يخلص غير وهم منتصرين بإذن الله. إخواننا في فلسطين يا رب إن شاء الله، وفي كل دولة عربية يا رب يا رب. ما ننساش كده ساعة الفطار حبايبي، للصائم دعوة لا ترد، نخصص لهم يوم كده دعوة بس، لا قبلها ولا بعدها، بالنصر والعزة إن شاء الله. هم أعزاء طبعا بقوتهم بثباتهم إن شاء الله. هنا بقى بنقطعه دوت العيش اللي انا بقول لكم انا لفيته على ظهره، لان عندي الرقاق ابيض فهيغيب في التحمير، والعيش احمر، ممكن العيش يحمر ويستوي قبل الرقاق. وهنعمل له خلطة برضو دلوقتي، خلطة زي خلطة الجلاش او خلطة الرقاق ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهو رقاق طبعا زي ما قلت، ممكن تعملوا الرقاقة سليمة كده صينية زي ما انتوا حابين. هنا بقى معايا كوباية لبن ومعايا نص كوباية شوربة، عشان الدسم اللي فوق الوش دوت بتاع الشوربة. عايزة تحطي شوربة بس حطي، ورشة فلفل اسود، واحط بيضة ومعلقة خل، معلقة الخل عشان تشيل زفرة البيضة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن تحطي شوربة بس لو عندك شوربة، لبن بس لو حابة، مية عادي مش هيقول لا يعني. وهنسقي بيه الصينية كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا حبايبي رجاء اللي وصل لحد هنا ونسي يحط اللايك، بفكركم اهو تحطوا اللايك اذا سمحتم فضلا وليس امرا.
زي ما قلت لكم كنت عامله سمبوسك، بس كمان ما فيش تفاعل على الفيديوهات، يعني كسلت انزلها او ما حبيتش انزلها، لان الواحد بيحبط جدا. فاما تجبرونا كده وتحطوا لايك ليا او لاي قناه تانية، يبقى فضلا وليس امرا منكم. آه وربنا يجازيك كل خير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اللي اشتركوا، الألف مشترك، نفسي اشوف 1000 لايك، نفسي اشوف 1000 لايك. يسعدوني باللايك بتاعكم كده. الفيديو حبايبي يكون بتاعنا خلص. لو حابينه كله طري من بره ومن جوه، ابقى غطي الصينيه. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله.